طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، كل محبي ومتابعي قناة حقائق الأديان. يتجدد اللقاء مع حضراتكم ومع الضيوف المحترمين الذين يجيدون لغة الحوار. مرحب بكل السادة المشاهدين محبي ومتابعي قناة حقائق الأديان، أهلا وسهلا بحضراتكم، منورنا ومشرفينا على البث المباشر داخل القناة. وأيضا نرحب بالمشرفين المحترمين، اهلا وسهلا بحضراتكم. نتمنى من حضراتكم اولا، وهذا شعار القناه، الاحترام المتبادل بينكم على الشات، احترام الرموز، احترام المقدسات بعد اذن حضراتكم. وبنعتذر طبعا لكل المشاهدين على التاخير، شيء خارج عن ارادتنا احنا كبرنامج. خلونا ان احنا نقول عنوان اليوم هو في منتهى الاهميه، وهو يعني حساس جدا للمتلقي. الجمع الأول للقرآن الكريم، متى جمع القرآن الكريم؟ هل في زمن وتحت إشراف أم بقيادة سيدنا محمد؟ ده الجمع الأول، ثم هننتقل إلى حرق المصاحف والجمع الثاني، ثم هننتقل إلى موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، موقفه إيه؟ ومصحف علي بن أبي طالب أين هو؟ الأحداث دي كلها أحداث مهمة جدا، هي حضارة إسلامية وتاريخ إسلامي، وأعتقد إن هو من صلب المعتقد. خلونا نرحب بداعية الإسلامي السني، إمام وخطيب مسجد السيدة عائشة في المملكة العربية السعودية، الشيخ فهد القحطاني. أهلا وسهلا بيك شيخ فهد، منورنا ومشرفنا على قناة حقائق الأديان. ونرحب أيضا بالداعية الإسلامي الشيعي الشيخ علاء المهداوي. اهلا وسهلا بيك شيخ علاء، منورنا ومشرفنا على قناه حقائق الاديان. وايضا نرحب بالداعيه الاسلامي الشيعي الشيخ اسد الله علي. اهلا وسهلا بيك شيخ اسد الله علي، منورنا ومشرفنا على قناه حقائق الاديان. ونرحب ايضا بالضيوف اللي هتلتحق بينا و الضيوف تحضر بسرعه بعد اذن حضراتكم، لان مش اكتر من كده. هنبدا مع الشيخ فهد القحطاني، هناخد منه معطيات اوليه. يا شيخ فهد اتفضل مع حضرتك 7 دقائق، افتح ميوت يا فندم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن وأمرنا بالصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآن النقطة الأولى في هذه المناظرة اللي هو مسألة جمع القرآن. فأنا أريد أن أنطلق من هذه المسألة بسؤال الضيوف الشيعة. عندكم يا شيخ علاء سند صحيح من كتبكم على القرآن الكريم، على أن هذا القرآن علوي إن صح التعبير؟ أريد أسمع الإجابة، نعم أو لا شيخ علاء. طيب، بما أن السند موجود، بما أن السند موجود، إن شاء الله في مداخلتك تأتيني بالسند. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن لما علي بن أبي طالب عندكم، هل هو الذي جمع القرآن ولا عثمان بن عفان الذي جمع القرآن؟ هذا السؤال الثاني يا شيخ علاء. شيخ أسد، من الذي جمع القرآن عندكم يا شيخ علاء أو شيخ أسد؟ عشان أول ما بديت بالأسئلة، تفضل اطرح. وينك وجه مناظرة؟ عشان انطلق، عشان بعدها انطلق. سؤالي انا جاي اسجل. ايوه سجل. من الذي جمع القرآن عندك؟ بس عشان بعدها ينبني عليه كلام. هل هو عثمان او علي؟ الإمام علي جمع. الذي جمعه الإمام علي. طيب، الآن النقطة الثانية عند الشيعة، أن الإمام علي بن أبي طالب هو الذي جمع القرآن. السؤال المهم الذي يطرح نفسه، لماذا علي بن أبي طالب جمع القرآن؟ أليس القرآن محفوظا في صدره بما أنه إمام معصوم؟ ممكن نسمع الإجابة يا شيخ علاء؟ لعد العالم ما تعرف
لازم يكتب لهم على مود يقرونه لحد يحفظهم. يعني يراد العلم يا شيخ. انتم تقولون ان علي جمع القران، لماذا يجمع القران من الصحابه وهو امام معصوم القران في صدره؟ ما الحاجه الى ما نعتقد جمع من الصحابه. منو اللي قال لك؟ من اللي قال لك؟ جمع لما وحده يا حبيبي تفوت بالمداخله وجاي نسجل وراك على مود احنا نتكلم. طيب انا ما عندي مشكله، هذا وقتي واسمح لك بالمداخله. تفضل اطرح حتى تكون المناظره علميه. اذا انت بديت ب5 اسئله هي مو مناظره، تفضل اطرح ما عندك. لا هي هذه الاسئله. الان انتم تقولون ان علي بن ابي طالب امام معصوم ولا يحتاج الى اي احد من الناس، هو الذي يبلغ الدين. بما انه امام معصوم، حيا الله شيخ ابو عائشه. حياك الله شيخ فهد، حياك الله. الله يبارك فيك. بما انه امام معصوم والقران في صدره، ما الحاجه اليك يا علي بن ابي طالب ان تجمع القران؟ معنى ذلك ان علي بن ابي طالب تفوته بعض الايات، وهذا الشيء يطعن في عصمه علي بن ابي طالب. طيب النقطه الثالثه، علي بن ابي طالب لما وصله القران او جمعه، هل جمعه منقطا ومشكل ام جمعه يعني بالنسخه العربيه الاصيله التي ليس فيها تشكيل ولا تنقيط؟ انت ستقول لي ان علي بن ابي طالب اتاه المصحف العربي الاصيل الذي ليس فيه تنقيط ولا تشكيل، وانما نقطه وشكله لكثره العاجم الذين دخلوا في الاسلام، فيريد ان يعلمه يسهل عليهم قراءه القران. طيب السؤال المهم الان، علي بن ابي طالب لما نقط وشكل القران الكريم، اين النسخه العربيه الاصيله التي اخذها علي بن ابي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاننا نحن عرب ونريد ان نقرا من القران العربي، واما القران الذي نقط وسهل على العاجم يقراه العاجم. الان انتم مطالبون بان تقولوا ان علي بن ابي طالب اوصل لنا القرانين، القران الذي لم يشكل وينقط، والقران الذي شكله ونقطه علي، او تقولون ان علي بن ابي طالب حفظ قران رسول الله ولم يبلغه للامه وتدخل في عمل النبي عليه الصلاه والسلام واجتهد من عنده وشكل شيئا لم يشكله رسول الله. هذه الاشكالات التي عندي، واتمنى عشان ما اكثر الاسئله على الضيوف يعني ياخذون الوقت. تفضل يا استاذ محمد. خليني ان انا اشكرك. خليني ان انا اشكرك يا شيخ فهد، واشكرك بالتزامك بالوقت. انت عندك ما يقرب من 2 دقيقتين، ولكن انت حضرتك يبقى احنا كده هناخد الوقت خمس دقائق. اهلا بيك يا ابو عائشه النووي، مشرفنا. حياك الله استاذ محمد، حياك الله. الداعيه الاسلامي الوهابي كما يحب ان يلقب ويصنف. اهلا وسهلا بيك يا فندم. خلونا ننتقل بشكل سريع. حياك الله. خلونا كده المشاهدين اوقفوا تعليقات لو سمحتم، اضغطوا على اعجاب واعملوا مشاركات، لان العنوان هيسطر الان هذه الحلقه. شيخ علاء المهداوي، بعد التحيه لحضرتك، احنا امامنا ايضا معطيات واسئله اوليه وانت جدير بالتفاعل معاه. 5 دقائق يا شيخ علاء، اتفضل. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الحاج أسد، على الله برهانك، وحيا الله ضيوف الكرام أبو عائشة والأستاذ مجدي سلام. العفو فهد القحطاني. الشيخ فهد القحطاني يدري بفهد القحطاني أبو هريرة. حياك الله. لا تقول طيب. خطأت والله خطأت. سهيت. زين. يقول من الذي جمع القرآن؟ الإمام علي بالاتفاق عند السنة وعند الشيعة. غير صحيح، غير صحيح. السنة لجمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه بمباركة علي بن أبي طالب. عيد للوقت. عايزين نقول حاجة. ما احنا عايزين نقول حاجة. معلش أبو عائشة بوقتك اتكلم. لا هو يدلس الآن، يدلس هو الآن يدلس. ولا تدلس.
شيخ اسد معلش ميوت، وشيخ ابو عائشه بعد اذنك ميوت ثواني. يا شيخ ابو عائشه بعد اذن حضرتك كل وقت، وبعد اذن حضرتك بس نقطه نظام من البدايه بعد اذنك. بعد اذنك البحث ده هيكون بحث علمي وبحث بيخص الاسلام بشكل عام، مش بيخص الشيعه ولا السنه، ده بيخص الاسلام. فبعد اذنك ممنوع المقاطعه تماما. انت في وقتك يا ابو عائشه من حقك تطلب الاجابه من اي ضيف شيعي، واي ضيف شيعي في وقته من حق ان هو يطلب الاجابه من الضيف السني. بعد اذن حضرتك شيخ علاء ابتدي اتفضل. طيب، الذي جمع القرآن من هو عالم بالقرآن. كيف عالم بالقرآن؟ يقول ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى الجزء الأول الصفحة 36: وقال علي: اسألوني عن كل آية من القرآن أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت. هذا اعتراف أن علي هو العالم الجامع الشامل التام بالقرآن الكريم. نموذج، نأخذ عالم من علماء السنة، وعندنا روايات وعلماء آخرون باعتراف أنفسنا أهل التوحيد. يقول الكتاني: فإنه أي علي جمع القرآن على ترتيب النزول كما أنزل على النبي. وين هذه الكلام؟ في كتاب الفهرست لابن النديم. بعد يقول ابن جزء الكلبي في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الجزء الأول الصفحة 4: كان القرآن على عهد رسول الله مفرقا بالصحف. هذا عالم سني يقول: وفي صدور الرجال، فلما توفي النبي جمعه علي بن أبي طالب. هذه النظرة السنية. واحد. نأتي إلى النظرة الشيعية. قال إمامنا الصادق في كتاب أصول الكافي، وفي كتاب بصائر الدرجات، وفي كتاب وسائل الشيعة: إن علينا جمعه. يقول إمامنا الصادق: أي إننا علينا آل البيت جمع القرآن، وما جمع القرآن إلا نبي أو وصي. انتهينا من النظرة السنية والنظرة الشيعية. أسئلة الشيخ فهد القحطاني طرقت السنة 1960. أول من أطرقها الملحد تايدور نولدكي في كتابه تاريخ القرآن، وأطرقها يوجه الأسئلة إلى أهل السنة. فهد القحطاني فر الأسئلة إلى الشيعة. نفس الأسئلة اللي سألتني وجاوبتك عليها الآن أسألك: هل عثمان جمع القرآن على نقاط أم بلا نقاط؟ هي أسئلة ملحد وجهها لأهل السنة. فهد القحطاني ياخذ أسئلة الملحدين اللي يسألون بيها ويوجهها على الشيعة. هذا ترى قارئ أنا. والراد علي، من الراد علي؟ راد علي عالمك ابن أبي داود السجستاني في كتابه المصاحف الجزء الأول الصفحة 46. رد على سؤالك هذا اللي قاعد سألت عالم سني، رد على الملحد. فأنت لا تأخذ من عندي ماي وتبايع لي ثلج، أراويك حنطة وتبايع لي شعير. رجل طاقات جواي وحقك. هذه النقطة الأولى. القرآن الكريم إذا مجموع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كقرآن وكتنزيل، كنزول وتنزيل. النزول أي القرآن، التنزيل أي التأويل والتفسير. ولهكذا الإمام يقول: هكذا أنزلت، أي تفسير أي تأويل. وهذا موجود عند القرطبي وموجود عند ابن عباس، عندكم حبر الأمة يقول هكذا أنزلت. طيب، الآن سؤالي إليك أنا: القرآن الكريم الذي جمعه عثمان، بما أنه له المقدرة على جمع القرآن فله إطلالة علمية ودراية وعالما بالقرآن، وإلا كيف يجمع القرآن؟ حتى تبين لنا علم عثمان. أنا بينت علم علي بن أبي طالب في كتب السنة، يقول كل آية أدري بها وين ومتى وأين نزلت. أنا إذا أعرف عثمان عنده علم وجمع القرآن، أريد آية واحدة عثمان فسر من القرآن الكريم، آية واحدة بس. شلون نسهل وياك؟ هذا عثمان الجامع القرآن، أريد آية واحدة فسرها عثمان واحد. أريد أن حكم واحد فقهي عثمان بن عفان فتى بهذا الحكم وأعطاه فتوى صحيحة، ولا كيف يجمع القرآن وهو جاهل بالفتاوي؟ اثنين، أريد أن خطب عثمان بن عفان
في فضل القرآن أو في التوحيد أو في خلق السماوات. أريد علم عثمان وينه، ولا كيف يجمع القرآن؟ منهجية السنة ومنهجية الشيعة تبين بإصرار وقوة إن عثمان لا يملك 10 عشير معشار من فقه الإسلام وفقه النبي صلى الله عليه وآله. وخير دليل ما عنده روايات في كتب السنة كثيرة، ما كله روايات في البخاري. وين عثمان؟ ليش روايات فقط على عائشة؟ عثمان عاش ويا النبي فترات من السنين، ما راوينا رواية واحدة في أفعال الحج. الله أكبر، ليش تبخسون الرجل؟ ما راوينا رواية واحدة في كيفية الصلاة. إذن أين عثمان؟ إذن قضية جمع القرآن لعثمان لصقت من بني أمية، وضعوا مناقب لأبي بكر وعمر. قال عثمان ماذا نضع له؟ قالوا سنضع له منقبتين هاي واحدة وكمل أستاذ محمد. قالوا سنضع له منقبتين ذي النورين أبو الخطين المولد والوطنية، وبعد وجامع القرآن عبثا ولغوا وافتراء. شكرا شيخ علاء، وشكرا بالتزامك بالوقت، وشكرا للضيوف ان هي لم تقاطع. بعد اذنكم المنهج ده منهج مهم جدا ويخص الاسلام. ايوه بس دقيقه يا استاذ محمد. معلش يا شيخ فهد، معلش يا شيخ فهد عشان بس الوقت. دقيقه لا نقطه نظام. هو قال ذو النورين الوطنيه ومدري ايه، ليه تجاوز يا شيخ علاء؟ لا ما متجاوز، هاي عندنا في العراق تدل على النور. عندنا في العراق اللي يريد يستضاف النور والله لا يا شيخ محمد تمام خليني انا اتكلم. ثواني هو الراجل قسم بالله الان يا شيخ ابو عائشه خليني اتكلم انا. يا شيخ ابو عائشه خليني انا اتكلم. خلاص خليني انا اتكلم بعد اذن حضراتكم. يا شيخ فهد اعتقد ان هو اقسم بالله الان ان هي تعني كده، يمكن الرجل صادق، انا اخدها بمحمل النية. استاذ محمد في العراق عندنا الذي يريد عندنا اسال اهل العراق بس دقيقه، اسال اهل السنه في العراق الذي يريد نوره يستضاء يقولوا له ساحب خطين وطني وامبير تدل على طيب تمام عادي يدخلها في المناظره. خلاص على كل حال يا شيخ فهد ثواني شيخ فهد، على كل حال يا شيخ علاء نحاول نستعمل المصطلحات النصيه من داخل الروايات عشان ما يحصلش سوء تفاهم فقط. طيب شيخ ابو عائشه بعد التحيه لحضرتك 5 دقايق يا شيخ ابو عائشه اتفضل. الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين وصحابته الميامين وعلى زوجاته امهات المؤمنين. وحيي فضيلة شيخنا الشيخ فهد القحطاني حفظه الله، وحيي الضيوف أسد الله والأستاذ علاء والأستاذ محمد المصري. أولا بادئ ذي بدء، أنا أريد منه رواية صحيحة تدل على أن أهل السنة قالوا أن علي بن أبي طالب هو من جمع القرآن، ثم يستدل علينا بعلم علي بن أبي طالب. وش علم علي بن أبي طالب؟ علم ابن أبي طالب عندما جاء إلى حرب المرتدين، علم علي بن أبي طالب عندما أتى يحاج أبو بكر الله عنه في قتال المرتدين. أي علم تتحدث عنه يا رجل؟ أي علم؟ أبو بكر الله عنه يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإمامكم لا يعرف أن الصلاة قرينة الزكاة أو الزكاة قرينة الصلاة. أين علمه يا رجل؟ سألوني قبل أن تفقدوني، هذه أصلا لا تصح. ولو تنزلا فإن أبا بكر الله عنه أعلم وأفضل منه، بدلالة أن عهد أبي بكر الله عنه كان عهد فتوحات وعهد انتصارات وعهد انتشار القرآن وجمع القرآن والاهتمام بالقرآن. ماذا قدم إمامكم سوى أنه اشتغل بحروب داخلية لا نشر إسلام ولا غيره؟ ثم يقول إن علينا جمعه وقرآن نحن الأئمة. يا رجل أنتم تحرفون حتى تفسير القرآن، تؤولونه وتفسرونه على مزاجكم. والله ما هكذا فسرت وما هكذا نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما هو تفسير هذه الآية على مراد رسول الله وصحابته الكرام وعلى مراد علي بن أبي طالب؟ معناه أن الله عز وجل يقول له
ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة. وأيضا يقول عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن سنجمعه في صدرك حتى نثبته فيه، وقرآن يقول وقرأناه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في صدرك. هذا هو الصح. أما علي بن أبي طالب جمع وأعلم الأمة وهو لا يعرف عدة المتوفى عنها زوجها، لا يعرف حكم المذي، أحكام شرعية فاتت عليه، ثم تقول لي أعلم الأمة. أين فتاوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه دعاوى كلها باطل ليس عليها دليل. نحن عندنا أدلة واضحة أن أول من بدأ الجمع أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يسر الله لعثمان بن عفان رضي الله عنه أن جمع القرآن بمحضر من الصحابة، حتى أن علي بن أبي طالب بارك ذلك الجمع وكان هو أحد المشتركين في هذا الجمع، بل إنه يتمنى يقول يا ليتني أنا حظيت بهذا الجمع. ثم تأتي حصرتك وتأتينا برواية من هنا حتى لا سند لها ولا ندري من رواها، مجرد كلام إنشائيات لأجل أن ترفع من إمامك فقط لا أقل ولا أكثر. فنحن عندنا أن من جمع القرآن، وهذه ميزة لم تحصل إلا لعثمان رضي الله عنه، والدليل اسمه المصحف العثماني. المصحف العثماني، هل يقول المصحف العلوي؟ فقط أنتم مصحف علي اختفى ما أدري وين، مصحف فاطمة اختفى، المصحف مع الإمام. هذا اسمه المصحف العثماني في جميع أقطار العالم الإسلامي. افتح المصحف العثماني، المصحف العثماني. هل وجدتم كل من يعني دون المصحف وكتبه هل يكتبون في آخره هذا مصحف العلوي، هذا مصحف علي بن أبي طالب، أو مصحف يقول المصحف العثماني، لأن الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عن ذلك الخليفة العظيم. فهذه طيب. مكرمة من الله. تفضل. نعم، انت عندك لسه ما يقرب من 30 ثانية، فبعد اذنكم البرنامج هيكون فيه شق كده هو طرف في قلب الأسئلة عشان يأكد على الإجابة. انت بتقول ان علي بن ابي طالب هو بارك الجمع، في دليل على الكلام ده عشان ننقل الكلمة ونسأل فيها الأطراف الشيعية؟ نعم 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 نعم. في المصاحف لأبي داود، في المصاحف لأبي داود أن علي بن أبي طالب تمنى أن يكون هو من جمع هذا القرآن، ولكن لم تحصل له. تمنى ولكن لم تحصل. طيب شكرا يا أبو عائشة. هننتقل بشكل سريع بعد إذن حضراتكم، مفيش مقاطعة تماما، وكل السادة المشاهدين المحترمين الحلقة دي سوف تدرس بعد إذنكم بدون تجاوز يا أستاذ محمد، بدون تجاوز. نحن غضينا الطرف. محدش يتجاوز يا فندم، محدش بيتجاوز. الناس تحت الهوا كانوا كويسين جدا مع بعض. ثواني يا أبو عائشة بعد إذن حضرتك، إحنا بنجري اللقاء، مفيش حاجة اسمها تجاوز يا فندم. الناس إنه يتراءى له، الناس يتراءى له جدا، الناس محترمة جدا وحضراتكم محترمين، والناس جاية بمادة، الناس جاية بمادة زي ما حضراتكم أيضا جايين بمادة، والهدف هو المتلقي. شيخ أسد بعد التحية لحضرتك اتفضل، أمامنا معطيات يا شيخ أسد، افتح ميوت يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان كليتهم ما حد قال بأنه جمع القرآن على عهد رسول الله. في صحيح البخاري 4 من الأنصار كانوا يجمع القرآن، 4 من الأنصار في رقع جمع القرآن. أكو صوت؟ نعم صوتك موجود. جمع القرآن على عهد، نعم جمع القرآن على عهد رسول الله، 4 من الأنصار في صحيح البخاري، لأنه رسول الله عنده كاتب الوحي، كتبة الوحي. ماذا كانوا يكتبون؟ كتبة الوحي. إذا مجامع القرآن نزل القرآن 86 سورة في مكة. هل رسول الله جاءوا الأنصار لم يعرفوا هذه 86؟ كيف؟
أملاها رسول الله عليهم، يعني جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، عندما استحر القتل في أهل اليمامة، جاء أبو بكر عمر لأبو بكر قال دعنا نجمع القرآن ونؤلفه. قال كيف أفعل شيء؟ شوف التناقض بالروايات إخوان، كيف أفعل شيء لم يفعله النبي؟ وجمع القرآن وضاعت إخوان آية بالقرآن، الآية بعدين مفاجأة، الآية مفاجأة أسوي لكم إياها بالحلقة، بأنه ضاعت آية عند أبو بكر وعمر، وضاعت آية في زمن عثمان. إذن عندنا الحديث عندما جاء الحديث الثالث، عندما جاء حذيفة بن اليماني وقال له يا عثمان ادرك أمة محمد لقد اختلفوا في القرآن اختلاف كبير. ليش اختلفوا؟ الجمعين، جمع رسول الله وجمع أبو بكر وعمر، صار اختلاف. فماذا فعل؟ أنت تقول عثمان بأنه جمع القرآن، ماذا فعل؟ أخذ مصحف حفصة، هذا مصحف أخوان حفصة الذي جمعه أبو بكر وعمر حسب ما يدعون، نقل نسخه، هو هذا جمع؟ هنا أخوان نأتي إلى هذا المصحف، كلكم هاي لازم تردوا لي عليها. الحديث أخوان، الحديث 85 موجود إسناده صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير، وموجود حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سالم ابن عبد الله إن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها المصحف. يعني هذا عندما كتبه عثمان كان مروان يتردد على حفصة يريد المصحف، لأن عثمان أرجع المصحف إلى حفصة. وفي زمن معاوية يتردد مروان، فتأبى حفصة أن تعطيه إياه، تأبى ما تقبل. قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة بالقوة إلى عبد الله بن عمر ليسألنه بتلك الصحف الذي نقل منها عثمان إخوان بأنه إليه، فأرسل إليه بها عبد الله بن عمر، فأمر مروان فشققها، فقال مروان إنما فعلت هذا ما فيها قد كتب حفظ بالمصحف، وخشيت أن يطالب الناس زمنا يرتابوا في شأن هذا الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيئا منها لم يوجد في مصحف عثمان. إذن عثمان إخوان حسب هذا الحديث الصحيح بأنه ما نقل مصحف حفصة كامل، لأن مروان شققه. إذا كان نفس المصحف ليش شقق مروان؟ لأنه يقول إذا طال بالناس لم يكتبوا شيء من هذا المصحف الرئيسي، لأنه مروان عرف بأن صحف عائشة ما نقلت بالتمام. وهذا الحديث يجب عليه أن هذا الإخوان يردون عليه بأنه كان رسول الله جمع القرآن، وموجود عندي برقع، جمعه 4 من الأنصار برقع عندما قال اللهم بارك بشامنا. وعندك أبو بكر وعمر جمعوا القرآن، وعندك الثالث عثمان جمع القرآن. ولكن هذه المفاجأة هنا بأنه مروان أكد على الكتاب اللي عند حفصة. لماذا؟ لأن يريد أن يحرقه حتى لا يعرف الناس الاختلاف بينه وبين مصحف عثمان. وهذا الحديث قدام صحيح. شكرا شيخ أسد، وشكرا على المعطيات دي. هننتقل بشكل سريع إلى الشيخ فهد. الشيخ فهد سعادتك الجدير هو الآن إشكالية في منتهى الخطورة. أنت قصدك مروان مين؟ مروان بن الحكم يا شيخ أسد؟ نعم، مروان بن الحكم في زمن خلافة أبو عمر، يعني 45 للهجرة. طيب. معاوية بن أبي سفيان كان والي المدينة. نعم. وطلب المصحف وحرقه حتى لا يرون الاختلاف بينه وبين مصحف عثمان.
الشيخ فهد القحطاني، احنا امامنا معطيات. بما ان النسخه اللي كانت مع السيده حفصه هي مطابقه للجمع اللي جمعه عثمان بن عفان، لماذا يطالب ويصر مروان بن الحكم باخذ النسخه الاصليه مع السيده اللي كانت مع السيده حفصه ويحرقها؟ والعباره اللي هو قالها الان الشيخ اسد تشير الى ماذا يا شيخ فهد؟ يخاف ان ياتي زمن على الناس ان يقولوا ان الجمع مختلف. اتفضل شيخ فهد القحطاني. احنا هناخد طيب 3 دقايق لان حضرتك اللي بدات. احنا هناخد 3 دقايق. اتفضل يا فندم. طيب بسم الله وعلى بركة الله. هم يعني طرحوا شبهات كثيرة ضيوف الشيعة. الآن سؤالي ما أجابوا عليه. هل عندكم سند أن علي بن أبي طالب للقرآن عن علي بن أبي طالب؟ نريد أن نسمع السند بس. أم أنكم تعتمدون على المصحف أهل السنة أهل التوحيد والاستقامة؟ طيب ثانيا، الشيخ علاء ايش يقول؟ يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه ليس له مناقب، وإنما يعني وجدوا له مناقب في عهد الأمويون، ولكن يعني هذا يعني فاته هذا الشيء أن في البخاري مناقب عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة مرتين بسبب ما فعله في بيت رومة وفي جيش العسرة، وقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تقول لي عثمان بن عفان ليس له مناقب؟ له مناقب، ومناقبه أكثر من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. طيب ثالثا، يقول الأستاذ علاء هل عثمان جمع القرآن على نقاط؟ نقول لا، الذي جمعه على نقاط بأمر علي بن أبي طالب لأبي الأسود الدؤلي. لكن السؤال لكم الآن سجلوه، لماذا علي بن أبي طالب لم يرضى بما فعله رسول الله بالنسخة العربية الأصيلة، واجتهد فوق اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بمخالفة المعصوم الأول ووضع النقاط والتشكيل؟ إن قلتم هو هذا معصوم وهذا معصوم، لماذا يخفي قرآن المعصوم الأول؟ أخرجوا لنا نسخة الرسول التي ليس فيها نقاط. أنتم تقولون الذي نقطها علي. طيب أين علي عندكم أنه أوصل لنا النسخة النبوية الشريفة؟ أخرجوها لنا. أما أن علي كتم القرآن، أما أن القرآن هذا فيه فضائل للصحابة وكتمه علي عندكم، أخرجوه. طيب رابعا، الشيخ علاء يقول الحمد لله علي بن أبي طالب عندنا جمع القرآن. طيب أنت قرأت كلام علماء يا شيخ علاء؟ اسمع ماذا يقول المجلسي في بحار الأنوار في آية التطهير. يقول فلعلهم وضعوا آية التطهير في موضع زعموا أنها تناسبه. لما تورط الشيعة في أن آية التطهير في سياق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لا، هنا لعل آية التطهير وضعت في هذا المكان لأنه يناسبها. طيب لعل هذه تدخل فيها الشك. أنت تقول علي جمعها وانتهى ووصل إلينا كاملا يعني مكملا، فلماذا دخل فلعلهم وضعوا آية التطهير؟ معناته في إشكالية في جمع علي عندكم للقرآن الكريم. طيب شكرا شيخ فهد القحطاني. طيب ممكن ناخد، معلش احنا هنضطر ناخد 4 دقايق في شق اولي. معلش يا شيخ فهد هتاخد دقيقه كمان تعقب بس، وانا هنقل سؤالك للشيخ علاء. تعقب على الطرح الاخير اللي قاله الشيخ اسد، قال ان مروان بن الحكم اصر على اخذ النسخه الاصليه من السيده حفصه وحرقها مع انها هي مطابقه للجمع الاخير من عثمان بن عفان. نرد نقول يا فندم في دقيقه بعد اذنك شيخ فهد. طيب تمام. الآن مروان بن الحكم لما حرق أو مزق مصحف حفصة رضي الله عنها، يعني مزقه بعد أن جمع عثمان بن عفان المصحف واتفق المسلمون على مصحف عثمان، فمن باب السياسة الشرعية لا حاجة أن يكون هناك مصحف ما قبل الجمع. فالآن المصحف الذي جمع واتفق عليه
يعني هو الذي رضي به المسلمون. لكن سؤالي الآن المهم، الآن هم يعترضون يقولون مصحف حفصة لماذا مزق؟ طيب الآن لما جمع عثمان بن عفان المصحف، هل علي بن أبي طالب قال لا نريد مصحف حفصة هو الصحيح؟ أو قال أنت يا عثمان بن عفان لما جمعت القرآن جمعك هذا ليس أرضى به؟ أعطونا كلام علي، لا تفتون وعلي ما أفتى في الدين في هذه المسائل. طيب. شكرا شيخي فادي التزامك بالأربع دقائق. هننتقل بشكل سريع إلى الشيخ علاء. شيخ علاء الرجل أيضا سأل لك سؤال: لماذا علي بن أبي طالب لم يبقى على النسخة العربية الأولى بدون تنقيط وتشكيل؟ تفضل يا شيخ علاء، 4 دقائق. في بدء الكلام أمير المؤمنين عندما نقط القرآن هل تغير شيء في القرآن؟ لا، بقى القرآن على حطته ما يأثر. زين انتم ليش قاعد تقرون بقرآن علي بن أبي طالب وتقولون قرآن عثمان؟ والله حيرة هاي، شو هذا قاعد ياكل من زادنا ويعيب علينا. هو قاعد يقول علي نقط القرآن، يعني علي بن أبي طالب لو ما نقط القرآن تقرون إن الذين خسروا إن الذين حسروا. نعم الله على علي بن أبي طالب علمكم على القرآن. انتهينا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية مالت العلامة المجلسي باطر الكلام. المجلسي ذكر الكلام في الجزء 35 الصفحة 234 يقول: وأجاب المخالفون على هذا الدليل بوجوه. قاعد يتكلم على لسان المخالفين مال إن آية التطهير قد زجت. لماذا؟ لأن المجلسي يستند بقول زوجة النبي أم سلمة تقول آية التطهير، وآية التطهير هي آية لو جزء من آية، جزء من آية. هي مو آية التطهير بالقرآن، هي جزء من آية. فشلون أم سلمة تقول آية؟ على هذا الكلام المجلسي قاعد يعلق. هو قاعد يقول وأجاب المخالفون، فهذا بتر منك وغير أنصاف بالرد العلمي. سقطناها. الآن أما الشيخ الذي أبو عائشة يقول ذكر كتاب المصاحف لأبي داود يقول إن علي يتمنى يجمع القرآن، وراح أجيبك أبي داود نفسيته بكتاب المصاحف يثبت إن علي بن أبي طالب هو جمع القرآن، نفسيته ونفس الجزء والصفحة اللي وراها. تعال اقرأ وياي كتاب المصاحف لأبي داود الجزء الأول الصفحة 51 يقول: وإن القرآن جمع على عهد رسول الله وأول من جمعه علي بن أبي طالب. الله الله الله، هاي الأولى. تعال بعد وياي عنوانها ترتيب السور القرآن عن طريق علي بن أبي طالب. عنوان الباب ترتيب السور على طريق علي بن أبي طالب. قال ابن المنادي حدثني الحسن بن عباس أخبرت عبد الرحمن عن إلى أن يقول عند علي رأى من الناس طير عند وفاة النبي، وقال علي لا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس في بيتي 3 أيام فجمع القرآن. ويقول ابن عباس إن علي جلس في بيته فجمع القرآن. إذا نفسية الكتاب لأبي داود اللي هو كتاب المصاحف، اللي هو بكتاب المصاحف على أساس يرد على الملحد تايدور وما عرف يرد. قاري أنا كتاب المصاحف كله. وابن النديم أيضا يقول، وكتاب طبقات الكبرى لابن سعد أيضا يقول، كلهم يقولون إن القرآن جمع في عهد رسول الله وأول من جمعه علي، وإن الترتيب السور الذي عندنا هو مرتب على ترتيب علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب مرتب السور، علي بن أبي طالب منقط القرآن. عثمان يا بعد روح شو مسوي؟ يا اخوان اسال الشيخ اساله قل له منو نقط القرآن؟ يقول لك علي. وعلماء يقولون علي رتب السور. عثمان شو مسوي لنا؟ الآن نريد رد دليل واحد فقط، رواية واحدة ولو ضعيفة السند، إن عثمان هو اللي رتب السور. سجلوها يمكم. تحدي لأمة المليار، 6000 كتاب عندكم معتمد عليه في القرآن وعلوم القرآن وتفاسير القرآن وظواهر القرآن، رواية واحدة ولو ضعيفة، لا أتنازل، ولو سواد على بياض إن عثمان هو اللي رتب السور. والله العظيم ستعجزون ولن نعجز. بينما في كتب السنة وفي كتب الشيعة إن علي هو رتب سور القرآن كما ذكر في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وذكر ابن النديم، وذكر أبي داود. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية نريد نسألكم أيضا سؤال. لو سألنا أهل السنة في موضوع القراءات، لكون عثمان هو جامع القرآن والعراقات لها علاقة في هذا الشأن، لو سألنا أهل السنة هل الزيادة والنقصان تعد تحريف في القرآن أم لا؟
بس على التحريف ام لا؟ اي او لا شيخنا؟ شكرا. لا بس خلينا نكمل هاي المداخله وخلي ياخذون وقت. بس هاي نلتزم بالاربع دقائق. معلش اعطي لابو عاشر الملوى زياده، اعطي لابو عاشر بس. عايزين نكسب. معلش عشان نكسب وقت. خليني اسالك سؤال. انتم كشيعه، اسمعني بس، انتم كشيعه لديكم سيناريو حرق المصاحف في الحضاره الشيعيه، الحضاره الاسلاميه الشيعيه؟ كلها اكذوبه لا نؤمن بها ولا نعتقد بها. لا يوجد لديكم. طيب ده شيء في منتهى الخطوره. شيخ ابو عائشه، الان موضوع حرق المصاحف، التاريخ الاسلامي مدون عندكم انتم كسنه فقط. الان الشيعه ايضا هم يعدوا بالملايين ولا يؤمنون بالتاريخ المنقول في التراث السني بان يوجد سيناريو حرق للمصاحف. فدي نقطه. النقطه الثانيه بيقول لك كتاب ابي داود اللي انت استشهدت به، ايضا هو اشار الى ان الذي رتب الصور وجمعها هو كان على يد علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب، شيخ ابو عائشه، ثلاثه مصادر. اولا ترتيب السور ترتيب توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لأي صحابي. ترتيبها ترتيب توقيفي بتوقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان رضي الله عن عثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقارنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فقال: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. توقيفي. ما شأن علي بترتيب السور؟ ومن أين يأتي هذا العلم حتى يرتب السور؟ هل القرآن ينزل على علي ولا على الرسول؟ سبحان الله العظيم. طيب، ومنها ما أخرجه أحمد في المسند. أنا أعطيك روايات، مو رواية واحدة، روايات. ومنها ما أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يزيغ بالأرض. قال: ثم شخص ببصره فقال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذه الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فترتيب السور ترتيب توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أخرجه البخاري رحمة الله على البخاري، وقدس الله روح البخاري ونور الله ضريح البخاري. رقم الرواية 4536، ارجع إليها. الرواية طبعا عن ابن أبي مليكة. طيب، اعتقد ان هو في الصوت عندك ابو عائشه، هل بتسمعني؟ والذين يتوفون الصوت راح استاذ محمد. طيب الان تمام يا شيخ علاء، هل انت بتسمعني الان؟ اسمعك الان. طيب شيخ ابو عائشه، انت تحت الهواء الان. افتح الكاميرا عشان اقدر اطلع حضرتك على الكادر. افتح الكاميرا. طيب لحد ما هو يثبت معانا على الكادر هننتقل بشكل سريع الى الشيخ اسد. شيخ اسد، الشيخ فهد تفاعل مع سؤال حضرتك وقال لك
كان لازم يتم. معلش يا شيخ اسد ثواني، خلينا بس الرجل عنده ما يقرب من دقيقه، خليني هو يكمل الشق ده. ابو عائشه، ابو عائشه هل بتسمعني؟ حصل عندي انقطاع، صوتي واضح؟ ايوه ابو عائشه. طيب اتفضل يا ابو عائشه، معاك دقيقه، اتفضل كمل. طيب ايضا في البخاري، انا لسه ما تعرف، في البخاري دليل على ان الشيعي ما يفهم، او لا اسف اعتذر ما يقرا الروايات حتى توضح له. يقول ائتوني بروايات ان علي لم يرتب السور او ان عثمان لم يرتب السور. نعم عثمان رتب السور كما رتبها النبي رضي الله عن عثمان. طيب في البخاري طبعا ما يحتاج سند، يقول قلت لعثمان، هذا ابن الزبير يقول قلت لعثمان رضي الله عنه هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قول غير إخراج قد نسختها الأخرى فلما تكتبها؟ قال تدعها. قال ندعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. فلو كان ترتيب السور اجتهادا لفعل عثمان بهذه الآية، ولكن قال دعها لا أغير شيئا من مكانه، فعلم أن ترتيب السور والآيات ووضعها هي توقيفي من قبل رسول الله وليس من قبل أحد. تفضل. طيب شكرا شيخ ابو عائشه. ننتقل بشكل سريع الى الشيخ اسد. شيخ اسد السؤال بتاع حضرتك كان لازم يتم حرق مصحف السيده فاطمه، بما ان تم حرق جميع المصاحف واتفقوا على مصحف واحد. اتفضل يا شيخ اسد. يا فاطمه اخوان، انتهت المناظره ابو عائشه. نعم ابو عائشه يقول ترتيب القران على توقيفه على يد رسول الله، يعني رسول الله جمع القران. فاطمه الشيعيه مصحف هاي بسكت ابو قرعه. اخوان انتهت المناظره. قال ابو عائشه بانه القران توقيفي على عهد رسول الله. صح ابو عائشه؟ بعد شكو تناظر يعني؟ بعد عثمان السوى. هاك عثمان السوى اخوان. هذا في صحيح البخاري اللي اريد اجيب لكم، وجد اخر سوره في التوبه. منو هذا؟ ابو بكر وعمر الذي جمعه زيد. يقول وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع احد غيره. جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم. هاي موجوده في صحيح البخاري. المفاجاه عندما جمع من هو؟ زيد بن ثابت. فقدت آية من سورة كنت أسمعها من رسول الله في زمن عثمان في مصحف حفصة. فقد لآية يقول إن زيد بن ثابت فقدت آية من سورة كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هاي شنو؟ مو هي فقدت بسورة التوبة. شو هاي بسورة الأحزاب هم مفقودة بزمن عثمان. يقول ووجدتها عند أبي خزيمة فلحقتها في سورتها. قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت أيكتب تابوه؟ فقال القرشيون تابوت. هسه احنا تابوه لو تابوت. فقال زيد التابوه. فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوا التابوت فإنه نزل بلسان قريش. هاي شنو؟ يعني بلسان قريش اسمه تابوه لو تابوت. هاي مو كتبك هاي اخوان. هذا موجود. الحكم صحيح. المحدث ابن العربي يقول بأنه أبو عائشة، خلينا نطلع له هاي الرواية ومع احتراماتي لكم لا تاخذونها. يقول في الإسناد صحيح موجود اخوان ابن ماجه، سنن ابن ماجه حديث 1944 حديث صحيح عن أبو سلمة يحيى ابن خلف حدثنا أبو الأعلى
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشاغلنا بموته فدخلت داجن فأكلتها. أنا سؤالي للأخوة الاثنين، إذا كانت تسمعوني، إذا كانت أكلوها هاي أكلوها ماكو بعد ما موجودة بالمصحف، وأنا مصدق بالسيدة عائشة أم المؤمنين موجودة بالقرآن هاي لأنها فعلتها وعمر فعلها بالرجم والرضاعة. أريد آية الرضاعة بعائشة وينها؟ أم المؤمنين عائشة فعلتها حسب القرآن، أريد هذه الآية من عندك وما بدي أتوه على المصاحف. نعم طيب شكرا يا حاج. المصاحف اخوان اذا كان المصحف نعم اذا كان اخوان المصحف نفس مصحف عائشه، اسمع الصوت جاي يرجع علي ليش؟ لا شكرا عشان الوقت انتهى يا شيخ اسد، الوقت بتاع بس الالزام مالتك اللي قلت لي اذا كان هو نقل عثمان لماذا عثمان عند مروان وحرقه؟ ما هو نفس المصحف. طيب نعم ننتقل الى الشيخ فهد. يا شيخ فهد القحطاني هو بيأكد على نفس السؤال ايضا، بيقول لك لو كان هو متطابق تماما لمصحف عثمان، المصحف اللي كان مع السيدة حفصة، لماذا الإصرار على الحرق بما إنه متطابق؟ تفضل يا شيخ فهد 4 دقائق. طيب بسم الله وعلى بركة الله. هذه الشبهة اللي ذكرها الأستاذ أسد، لماذا حرق مروان بن الحكم المصحف؟ الآن هذا يدل على صدق عثمان وصدق الأمة في نقلهم للقرآن. لماذا يا أستاذ محمد؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو بنفسه لم يحرق مصحف حفصة، وهذا يدل على ثقته رضي الله عنه أنه جمعه وأن المسلمين أجمعوا على هذا المصحف. هذا يدل على أنه ليس هناك خوف من أن عثمان بن عفان أنقص آيات وممكن يعني أوصلها للأمة ناقصة أو زاد فيها. لو أن عثمان يخاف من هذا الشيء لما جمع المصحف الذي جمعه قال هاتوا مصحف حفصة واحرقوه. أما مروان بن الحكم هذه من باب السياسة الشرعية، يعني هذه المسألة تؤخذ وترد. مروان بن الحكم ليس من الصحابة، هو رأى المصلحة السياسة الشرعية أنه كثر الكلام واللغط من أناس ليسوا من الصحابة، فلا يعني يؤخذ قولهم ولا يقدم ولا يؤخر. طيب ثانيا هم يعني بدأوا بالمشاغبة لأن ليس عندهم سند صحيح عن علي بن أبي طالب في القرآن الكريم. لو أنهم يعني يقولون هذا قرآن علوي وأن الشيعة هم الذين وصلوه للأمة لقالوا هذا السند تفضل عن فلان إلى علي إلى رسول الله إلى جبريل، بس ما عندهم سند وهم يتكلمون في الهواء بلا فائدة. طيب ثالثا يقول الشيخ علاء يقول أن عثمان بن عفان لم يجمع لم يرتب سور القرآن، بينما في كتب الشيعة أن زيد بن ثابت في قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرئي الكرمي المتوفى عام 1023 قال أن زيد بن ثابت هو الذي قام بترتيب السور بمشاركة من عثمان بن عفان. كيف تقول أن عثمان بن عفان لم يشارك في ترتيب السور وهذه كتبك تشهد عليه؟ طيب رابعا الآن الشيعة ما يقبلون أي شيء في الدين إلا بالتواتر، هم والفرق الضالة مثل المعتزلة الأشاعرة لا يقبلون أحاديث الآحاد وإن كان رواتها ثقات. طيب السؤال المهم،
هل قرآنكم لو تنزلنا وأتيتم بالسند مع أن ما عندكم سند إلى علي يكون فيه شيعة، هل القرآن الذي وصل إلى الأمة يا شيعة هل أوصلتموه بالتواتر بما أنكم لا تقبلون إلا التواتر؟ فإذا قلتم نعم فقد كذبتم، لأن عندكم الصحابة ليسوا بثقات. علي بن أبي طالب في طبقة الصحابة هو لوحده هو الذي نقل القرآن للمعصوم الذي بعده. إذن عندكم القرآن باطل وساقط. يعني ورابعا الشيخ علاء يقول لا يجوز حرف القرآن وهذا ما فعله عثمان عندكم. طيب عندك زرارة في كتاب الإمامة الإلهية للساعدي في المجلد الثاني صفحة 21 يقول وفي صحيح زرارة. منو الساعدي؟ ما عندنا عالم اسمه الساعدي. هذا شيء ما عندنا عالم ساعدي. الآن آتيك بتوثيقه من العلماء بس لا تقاطع. بس اسمه بس ما عندنا عالم ساعدي. ساتي باسمه عشيرة هي ساتي باسمه لا تقاطع ساتي باسمه. قال وفي صحيحة زرارة، يقول البحراني في صحيحة زرارة دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألني ما عندك من أحاديث الشيعة؟ قلت إن عندي منها شيئا كثيرا قد هممت أن أوقد لها نارا ثم أحرقها. قال ولما؟ قال يزعمون أن فيها آية كذا وكذا نفس الرواية. قال البحراني قال صحيحة السند حيث أنه قال في بداية الرواية وفي صحيح الزرارة. في شيء تردد يا أستاذ محمد. الآن أنا أطالب الشيعة بالمصحف النبوي الشريف. شكرا. ليه يا شيخ فهد؟ هو السؤال قبل ما انتقل، معلش اعمل ميوت بس يا جماعة عشان الصدى، اعمل ميوت يا حاج علاء. هو في سؤال بيطرح نفسه يعني لم يتم الإجابة عليه الآن والتأكيد. هو المصحف اللي بين ايدنا الآن هو مصحف جمع عثماني أم جمع علي بن أبي طالب؟ جمع عثماني ازاي؟ جمع عثماني وليس علي بن أبي طالب جمع. ازاي وهم بيقولوا ان علي هو اللي امر ابو الاسود الدؤلي بتنقيح؟ ابدا ما امر ولا عنده شيء. طب مرة زي ما امرش. طب مرة. شكرا لحضرتك في وقتك ابو عائشه. يلا من وقتي شيخ علاء خلاص خليني انا انقل لك الكلمه وانت في وقتك ممكن تسال. اتفضل يا شيخ علاء. استاذ العزيز، الان اهل السنه امامنا ينكرون ان علي امر بتنقيط القران ويقول لا. زين اهل السنه منو نقط القران؟ نقط القران منو؟ ما يحجون. النقط القران منو؟ نجيب استاذ محمد. اي منو نقط القران عندكم؟ منو نقط القران عندكم؟ ما يحجون. يبا نقط القرآن منو؟ وجه سؤالك لضيف باسمه لأن هم ملتزمين إن هم ممنوع المقاطعة. أستاذ محمد سؤالي اتفضل يا أبو عائشة. سؤال الله يخليك يعني تقول لي وضح السؤال. عدت السؤال 4 مرات يقول لك علي بن أبي طالب لا أمر ولا شيء. سؤالي منو نقط القرآن عند السنة إذا مو علي أمر به؟ منو؟ أبو الأسود الدؤلي. منو اللي أمره؟ أبو الأسود الدؤلي قام منو اللي أمره؟ منو اللي أمره؟ فيها أبو الأسود الدؤلي عالم اللغة العربية المعروف. منو اللي أمره؟ وحده؟ نعم وحده. من وحده؟ اشهدوا نعم. يا أهل السنة والجماعة. نعم. اذهبوا إلى كتاب الأتقان للسيوطي أحبتي، يقول وقد أمر علي بن أبي طالب باتفاق الأمة أبو الأسود الدؤلي بجمع القرآن. ويقول أيضا السيد محسن الأمين في كتابه المقدمة الجزء الأول عيان الشيعة وقد أمر علي بن أبي طالب وأبو الأسود الدؤلي
نعم تنقيط القرآن، وهذا متفق عليه. فهد السؤال إلك. لا 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 غير صحيح. لا تقاطع، لا تقاطع، ما وجهت، لا تقاطع وقتي، أجيبه وقتي. لا ما وجهتك السؤال. خلاص خلصت منه. يلا خلاص وقتي. شنو وقتي استاذ محمد عيد الوقت. استاذ محمد عيد الوقت. ثواني يا شيخ علاء. شنو يا شيخ ابو عائشه، هو مش عايزك تجاوبه في الشق ده. خلاص هو سأل سؤاله ده وقته، هو حاول تفهمني. خلاص مش عايزك تتفاعل معاه في الشق ده. اتفضل يا شيخ علاء. إذا الآن يعترف أن أبو عائشة أمامكم يا معاشر المسلمين بالاتفاق أن علي أمر بتنقيط القرآن. فهد القحطاني، من الذي أمر بتنقيط القرآن بسرعة؟ هل توافق أبو عائشة أم تخالفه؟ الذي جمع القرآن عثمان، والذي أمر بتنقيطه علي بن أبي طالب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لله دركم يا شيعة علي. لماذا علي بن أبي طالب خالف مصحف النبوي؟ خلص وقتي. الآن تناقض واضح بوقت واحد. لا تقاطع وقتي. الآن بوقت واحد، بمناظرة واحدة، من نفس الملة، من نفس المعتقد، يتناقضون بأمر. الله أكبر. الآن نرجع أحبتي. إذن علي بن أبي طالب الذي أمر بتنقيط القرآن، سنتنازل ونقول جبرائيل قال ضعوا هنا السورة وهنا السورة كما قال أبو عائشة. إذن ما هو فضل لعثمان؟ إذا جبرائيل قايل هنا سورة وهنا سورة، يجينا أي واحد جاهل سامع الكلام إن جبرائيل قال هنا سورة وهنا سورة، يجي يضحى على قول جبرائيل ويجعل ابن أبي طالب ينقط. إذن ما فائدة عثمان في الأمر؟ إذا لا يوجد فائدة، إذا لا توجد منقبة، أي واحد جيبوا لنا طفل جاهل يقولوا له جبرائيل ترى أمر وضع السورة هنا وهنا وهنا، يجي يوضحن. لعبة مال مكعبات، وتقول للطفل خلي ألوان حمر هنا وألوان سود، ما راح تضيع علي، يظل يضح هاي السورة هنا هاي السورة. لعبة مكعبات. والله القرآن عنده السنة لعبة مال مكعبات مال الأطفال. تعالوا أحبتي، ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ ابن تيمية يقول إن الزيادة والنقص في القرآن الكريم يعد تحريف. ماذا القراءات عند السنة؟ لأن السنة عندهم يقرأ القرآن ب10 قراءات، ويقولون ووجه القراءات: الوجه الأول تغيير بالحركة، الوجه الثاني الاختلاف والتقديم، والوجه الثالث القراءات المعتمدة عند السنة التي يقرؤون بها، يقول والوجه الثالث الزيادة والنقصان. هل الزيادة هل القراءات عند أهل السنة معتبرة؟ شلون من أوجه القراءات الزيادة والنقصان؟ تقول لي مثل من؟ اعطيني دليل. مثلا أنزل الله قوله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في قراءة أخرى مما نزلنا على عبادنا. هل أقرأ من عبادنا جائز؟ يقول لك جائز. إذن هذا يعد تحريف. لماذا؟ لأن فيه زيادة أو فيه نقص. وابن تيمية يقول الزيادة والنقص تعد تحريف. طيب شلون الله في القرآن يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يجوز أن تقرأ مما نزلنا على عبادنا؟ هذه زيادة واحدة. نعم فهد القحطاني، هل جائز لي أستاذ محمد ترى قاطعوني اعطيني 30 ثانية بس 30 ثانية. فهد القحطاني، هل جائز لي أن أقرأ الآن أنا كمسلم اهدنا الصراط أقرأها اهدنا الضراط؟ هل جائز لي؟ صوتك ماكو. هل يجوز لي أن أقرأ اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الضراط؟ هل يجوز لي؟ مو الضراط، الزراط بالزاي. لا قراءتين، قراءة خلف عن الضراط والأخرى عن الزراط. دينكم ما تعرفوا عيب. فهد القحطاني، هل جائز الآن كمسلم؟ طيب أعطني فرصة ليجيب. اهدنا الصراط دقيقة. اهدنا الصراط بالصاد، واهدنا الصراط بالسين، واهدنا الزراط بالزاء، كلها تجوز لأنها أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واهدنا الضراط قراءة خلف عن حمزة، يجوز أن أقرأ اهدنا الضراط؟ يجوز؟ الضراط ما عندنا رواية تقول بالضاد. ما يعرفون اعتقد. الزاء والسين والصاد. أنا عندي القراءات العشر، ما فيها الضراط ما فيها. اهدنا الضراط المستقيم. أعطيني رواية صحيحة منقولة عن أهل السنة من أحد القراء
أنه قال اهدنا الضراط. أنا عندي قراءات العشر فيها 3 قراءات: اهدنا الصراط عزيزي مولانا واهدنا الصراط بالسين واهدنا الصراط بالزاء. إذا عندك رواية تفضل. خلنا أخدمك، أعطيني مجال. اهدنا الصراط هي نفسيتها قراءة حفص، اهدنا الصراط، اثنيناتهم قراءة واحدة، هاي واحدة. قراءة ثانية اهدنا الصراط بشم الصاد تشبه تعطيها زاي عند السنة. وقراءة أخرى خلف عن حمزة اهدنا الضراط بالضاد. معقولة ما تعرفونها وانتم مشايخ؟ كتاب الإتقان ذكرها وأنا أخرج مقطع أمام العالم تقرأ في الحرم المكي. قراءة خلف عن حمزة باهدنا الصراط بالسين. لا الصراط أنا أخذت قراءة العشر. قراءة حفص ما يعرف. قراءة حفص بالصاد وجاز تقرأ بالسين. كلمة مالك تقرأ ملك، كلاهما ملك. هذه قراءة ورش وليست قراءة حفص. أنت ما تعرف تفرق بين قراءة حفص وبين قراءة ورش وتأتي تفتي عند أهل السنة. لا بس اسمع. اهدنا بعد قراءة حفص جائز أدري بها قراءة ورش مالكي يوم الدين أدري، وأكو أيضا في قراءة حفص جائزون تقرأ بمالك وبملك. وكذلك الصراط بقراءة حفص. من قال من علمائي أن قراءة حفص فيها ملك ومالك؟ تفضل. تمام. طيب. احنا سبناكم شق كبير كده غير وقتكم لسبب واحد، لأنه الأمر ده مهم. يا شيخ علاء أنت حضر القراءة دي، أنت بتقول إن أنت عندك دليل، حضر القراءة دي ولو هي سماعية في وقت حضرتك. أبو عائشة الآن أنت حضرتك هو سأل سؤال قال لك من الذي نقط وشكل القرآن؟ حضرتك قلت أبو الأسود الدؤلي، قال لك بأمر من؟ أنت قلت لوحده. سأل الشيخ فهد في نفس الوقت، الشيخ فهد قال لا بأمر علي بن أبي طالب. اتفضل يا أبو عائشة مع حضرتك 4 دقايق. أحسنت. أولا الذي نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي كما قال صاحب الإتقان السيوطي بأمر من عبد الملك بن مروان. السيوطي في كتاب الإتقان يقول الذي أمره عبد الملك بن مروان، والروايات في ذلك كثيرة جدا. من الذي أمره؟ يعني وكلها تجتمع خارج المعادلة. علي بن أبي نعم خارج المعادلة. أنا عندي خارج المعادلة. نعم. طب ادينا أسانيد ثانية بعد إذنك، الأمر ده خطير، أول مرة نسمع. أحسن. أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي بأمر من عبد الملك بن مروان، وهذا ذكره صاحب الإتقان السيوطي. طيب أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا نقط القرآن. الرواية تقول التنقيط بدأ قبل ذلك إبان خلافة معاوية، وقد كان عمل نصر بن عاصم في تنقيط القرآن امتدادا لعمل أستاذيه أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر. وقيل إن نصر بن عاصم كان أول من وضع النقاط على الحروف المتشابهة في القرآن، ولكن أيضا هذه من الأدلة على أنها قضية التنقيط مرت بمراحل كثيرة جدا. طيب أيضا في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي رحمة الله عليه، الحجاج بن يوسف أيضا قام بتنقيط القرآن كما تشهد على ذلك الروايات التي تقول أنه استمر الخطأ واللحن في القراءة لأن أبا الأسود الدؤلي شكل الحرف الأخير فقط من كل كلمة، فقام عبد الملك بن مروان بأمر الحجاج بن يوسف أن يهتم بهذا الأمر، فاختار نصر بن عاصم الليثي لعلاج هذه المشكلة، فماذا فعمم التشكيل الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي على باقي حروف الكلمة، ومن ثم عمل على عقد لجنة تتكون من فكان التنقيط الأخير هو تنقيط الحجاج بن يوسف الثقفي الذي عليه القرآن الآن. والتشكيل الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني طب الروايات التي تقول انت كده برجلت الدنيا يا ابو عائشه، الروايات التي تقول لا علي بن ابي طالب ليس علي بن ابي طالب الذي امر بتنقيط المصحف. هي فكره يا شيخ ابو عائشه، تسمح لي بثانيه بس؟ تفضل. انا قصدي ان علي بن ابي طالب
أول من وضع اللغة العربية يعني مسائل النحو، فأنا اشتبهت صراحة وأتراجع عن قولي. أما الذي أمر مثل ما قال عبد الملك بن مروان، أما الذي أول من وضع قواعد النحو هو علي بن أبي طالب، علمها أبو الأسود الدؤلي، وهذا تراجع مني، والرجوع إلى الحق فضيلة. أحسنت شيخنا، أحسنت. لا أنا أتعلم منك شيخنا فهد، أنت على عين وراسي شيخنا. بس يا جماعة، طب ثواني، عشان انتوا يعني معلش، انا بشكرك يا شيخ فهد على الاتفاق الاخير، ولكن الكلام اللي انت بتقوله ده يعني غير متداول وغير معلوم. يعني انت عايز ايه الفرق بين النحو وبين التشكيل والتنقيط يا شيخ فهد؟ لو انت بتقول ان علي بن ابي طالب اول من وضع النحو. نعم، مثل ما قال الامام السيوطي رحمه الله، قال اول من وضع قواعد النحو هو علي بن ابي طالب، لما قال لابي الاسود الدؤلي الاسم ما دل على المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما ليس هذا ولا ذاك، ثم انحوا على هذا النحو. فأول من وضع قواعد النحو هو علي بن أبي طالب، لكن أول من أمر بتنقيط المصحف مثل ما قال الشيخ أبو عائشة تاج راسي. تسلم شيخنا، تسلم. طب استنى بس بعد اذنك، يعني هو طب ايه الفرق بين النحو وبين التشكيل والتنقيط؟ ما هو النحو يشمل التشكيل والتنقيط. النحو يعني اللغة العربية بوجه عام، لكن التنقيط هو خاص بالقرآن الكريم. لا مش فاهم، وضح يا ابو عائشة، اتفضل. قلت لك قضية التنقيط، يعني تنقيط الحروف وتشكيلها، هذا الذي فعله أبو الأسود، يعني تنقيط وتشكيل. يعني أبو الأسود الدؤلي شكل الحرف الأخير في عهد الحجاج بن يوسف، شكل الكلمة كلها حتى لا يقع اللحن، فأحيانا عندما يشكل الحرف الأخير قد يلحن القارئ في القراءة، فقيض الله عبد الملك بن مروان وأمر الحجاج أن يهتم بهذا الأمر. فالتنقيط الذي عليه القرآن الآن هو من حسنات الحجاج ابن يوسف الثقفي رحمه الله. يعني فهذا التنقيط يعني نقدر نقول ان التشكيل والتنقيط هو بأمر من عبد الملك بن مروان. نعم أمر أبا الأسود الدؤلي بتنقيطه، ثم بعد ذلك لما حصل اللحن في القراءات أمر عبد الملك مرة أخرى الحجاج بن يوسف الثقفي رحمة الله عليه أمير العراقين بأن يهتم بهذا الأمر. فقام الحجاج فنقط الحروف كلها، نقط الحروف وشكلها كلها. فالذي عليه المصحف الآن هو من حسنات الحجاج تنقيطه. شكرا يا ابو عائشه. طب ننتقل بشكل كل الساده المشاهدين تفاعلوا مع البث يا جماعه بشكل قوي لو سمحتوا، اضغطوا على لايك واعملوا مشاركات لاهميه العنوان. شيخ اسد، احنا امام معطيات يعني اعتقد ان هي هتغير المفاهيم. الكلام اللي قاله الاخير الشيخ ابو عائشه والشيخ فهد ضم صوته لصوت ضم اتفاق معاه. هو مين اللي نقط وشكل يا شيخ اسد؟ بأمر من علي بن أبي طالب أم بأمر من مروان بن الحكم؟ السيناريو غريب وعجيب. اتفضل يا فندم. يقول اخوان ابن النديم بأنه بأمر علي بن أبي طالب نقط القرآن بأمر علي بن أبي طالب، ولا يتحرك خطوة أبو الأسود حتى يرجع لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وموجود عنده بسند صحيح اخوان ابن ابي داود يقول بسند صحيح عن سويد بن غفله قال: لا تقولوا في عثمان الا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعله بالمصاحف الا عن ملا منا، يعني املاؤنا. علي بن ابي طالب كان يملي على عثمان بسند صحيح عندهم، بسند صحيح بأنه علي بن أبي طالب يقول: أنا كتبت القرآن بإملاؤنا. عندهم بس هم يسوون نفسهم. عبد الله بن مسعود اخوان عندما أمر بالمصاحف عثمان يحرقها ماذا قال؟ المصدر مسند أحمد اخوان الجزء السادس صفحة 14، والحديث صحيح.
يقول أمر بالمصاحف أن تغير. قال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله، فإن من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ابن مسعود ما سلم الكتاب مالته. لماذا يا ابن مسعود؟ وإسناده سير أعلام النبلاء أخوان، الجزء الأول صفحة 487، يقول: إن مصحفي هذا الذي بين يدي قرأته عن رسول الله، قرأته عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول ابن مسعود: ما تأخذ في رسول الله فأترك ما أخذته منه في رسول الله صلى الله عليه وآله. موجود إسناده صحيح، سير أعلام النبلاء الجزء الأول صفحة 487، يقول بأني أنا كتبت المصحف بإملاء رسول الله. يقول رسول الله بسند صحيح أيضا، يقول: كل من كتب عني شيء فليمحوه إلا القرآن. وابن عمر جمع قرآنا في زمن رسول الله، فقال له: كنت أقراه باليوم. قال له رسول الله: أقراه في الشهر. يعني في زمن رسول الله القرآن موجود، كتبه من رسول الله. وما جاوبون أخوان لحد الآن، ما جاوبون. عائشة تقول: برضاعة الكبير 10، لم أجدها لا بالقرآن ولا أجدها بسنة. أنا هاي الآية وين أوديها؟ وين أوديها رضاعة بسند صحيح أكلها الداجن؟ وأم المؤمنين فعلتها لأنها هي أعرف بالقرآن من أبو عائشة ومن فهد، لأنها فعلت هذا الفعل عائشة أخوان. ويقول بأنه أخوان بأنه هذه الآية الذي ضاعت من أبو خزيمة الأنصاري لم أجدها إلا عنده، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. والسورة الثانية يقول الآية الثانية بأنه بجمع عثمان بن عفان، يقول خزيمة لحقها في المصحف أيضا ضاعت هذه. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زين، أنا أبو بكر هذه الآية ما جمعها أبو بكر، وفي زمن عثمان وجدوها. شكرا شيخ. احنا نريد رد. ما جاي يردون على هذا الشيء، هذا يتربى على فلان وعلى فلان. سؤال بس عشان ننتقل معاهم بشكل دقيق. يعني انتم حضراتكم كتراث شيعي، هل ثابت عندكم في المصادر الشيعية بأن نعم. التنقيط والتشكيل هو بأمر من علي بن أبي طالب كحضارة إسلامية من كتب الشيعة والسنة بأن علي بن أبي طالب من جمع القرآن؟ لا، أتكلم عن التنقيط والتشكيل. جمع القرآن كلي علي بن أبي طالب. وعندي بأنه الذهبي يقول قراءة علي الذي وصلت إلينا مصحف علي اللي وصل إلينا. تمام. طيب يا شيخ أبو عائشة، احنا هنديك انت الكلمة. مصحف علي هو الذي وصل لنا، وهذا جمع علي بن أبي طالب وليس جمع عثمان. تفضل يا أبو عائشة. طيب الآن الأستاذ أسد يدندن حول رواية الداجن وما عرف أنها ضعيفة ولا تصح. سبحان الله، يدندن حولها، يدندن. اسمعوا الرواية رواها الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر، لا تشتمل أيضا على شيء من قصة ماعز الداجن. أيضا جملة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. أيضا هذه الرواية رواها مالك في الموطأ كتاب الرضاع، ومن طريق الإمام مسلم وغيره. وأيضا الرواية تقول يرويها محمد بن إسحاق ولفظه: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير 10، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمري ودخلت دويبة فأكلتها. هذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن. فلما مات رسول الله دخلت داجن فأكلها.
وهي كما ترون يا جماعة تشتمل على ألفاظ زائدة وغريبة جدا. لماذا؟ فهذه الزيادة والغريبة جدا هي عما رواه الإمامان الكبيران يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس، وهو أن داجنا وهي الشاة التي يعرفها الناس في منازلهم دخلت فأكلت الصحيفة التي تشتمل على آية الرجم وآية رضاعة الكبير. هذه المخالفة كافية لدى المحدثين في أن يحكموا على هذا اللفظ لفظ محمد بن إسحاق بالضعف والرد والشذوذ. فلا تدندن يعني أشغلتنا بهذه الرواية، وهي رواية شاذة ومردودة وردها المحدثون. فالحديث الشاذ ما هو الشاذ عندهم؟ هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه أو الأكثر عددا، وهي قاعدة سليمة. إذ كيف ينفرد راو بألفاظ للحديث نفسه الذي يرويه آخرون من رواته وهم أكثر عددا أو أقوى حفظا وأعلى مرتبة؟ فنقول هذه الرواية لا تصح، فأقر عينا بارك الله فيك. الحمد لله. طيب، قضية مصحف علي، أين هو الآن مصحف علي؟ الآن الشيعة يقرؤون مصحف عثمان يقرؤون بقراءة المصحف العثماني الذي بين أيدينا الآن، الذي جمعه عثمان رضي الله عنه على ملأ، مو على أنهم يمليهم. الرواية تقول على ملأ منا، يقول علي على ملأ يعني على مجموعة من الناس، وليس على ملأ أنه يمليهم، لا، على ملأ يعني مجموعة من الناس كانوا حاضرين الجمع وأقروه، كانوا حاضرين لا لأنهم كانوا أنا معلش أنا آسف، هي النقطة الغير مفهومة الآن، وهي مليون ألف علامة استفهام. حضراتكم كسرنا بتقولوا إن ده جمع عثماني. الآن الشيعة يا أستاذ محمد، أنا عندي صلاة قيام. أستاذ محمد، أنا عندي صلاة قيام. نعم؟ أنا عندي صلاة قيام. طب بس خليني أنا أسألك السؤال دوت، والشيخ علاء هو هيختم. الشيعة طيب بيقولوا إن ده جمع علي، والآن حضراتكم بتقولوا ده جمع عثماني، نحتكم إلى من؟ نحتكم إلى القرآن نفسه. الآن مكتوب المصحف العثماني. وين كتب القرآن عثمان جمع القرآن لو علي؟ وين كتب القرآن؟ الآن الذي جمعه عثمان بمباركة الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، والرواية التي قرأها أسد تشهد بذلك. قال إنما عمل عثمان في المصاحف هو الذي كنت أريد أن أعمله، وقد عمله بملأ منا، يعني في مجموعة من الصحابة أقروه. هذا كلام علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لم يجمع يا جماعة، علي بن أبي طالب كان عضوا في إدارة عثمان في جمع المصحف، كان عضوا. شكرا تمام، شكرا يا ابو عائشه. علي بن ابي طالب كان عضو في لجنه عثمان في الجمع. شيخ علاء المهداوي اتفضل معاك الختام في الجزء الاول. طيب، الان اعترف الرجال اعتراف وسيأخذ بأهل السنة إلى التهلكة، إن الحجاج بن يوسف الثقفي رجل مبارك يأمر بتنقيط القرآن. يقول شرح النووي الجزء الأول للإمام محي الدين أبو زكريا بن شرف النووي الصفحة 223: وكان الحجاج رجلا معروف بالفسق والطغيان. واحد. تعالوا إلى كتاب جرائم الحجاج ابن يوسف الثقفي. ما هي الجرائم اللي فعلها؟ أولا، كتب سنة هاي: كان الحجاج ابن يوسف الثقفي يسخر من المسلمين الذين يزورون قبر النبي ويقول لهم تبا لهم، يطوفون بأعواد ورمى بالية، هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟ الله أكبر، هذا المبارك عند أهل السنة. بعد أحبتي تعال، ماذا يقول كتاب جرائم الحجاج؟ لقد حاصر الحجاج البيت الحرام 6 أشهر و17 ليلة، وأمر بقتل ابن الزبير رضي الله عنهم اثنينهم، القاتل والمقتول. بعد ويقول اتخذ الحجاج الثقفي سجونا لا تقي من حر ولا برد. يقول المؤرخون مات في حبسه 50,000 رجل. وثلاثة، أقول أنا هؤلاء متعطشين للدماء،
الظاهر المنقط القرآن عندهم، والمبارك والذي أمر بتنقيط القرآن وله يد في القرآن رجل متعطش بالدماء. بعد أحبتي تعال ماذا يقول كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، كتاب سني، أن أسماء بنت أبي بكر قالت للحجاج: سمعنا رسول الله يقول أن يخرج من ثقيف رجلان، الكذاب والمبير، وأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أظنه سواك. بعد ويقول أيضا صاحب كتاب أنساف الأشراف البلاذري: وكان الحجاج بن يوسف الثقفي متعطشا لسفك الدماء. مصادري: أنساب الأشراف الجزء الرابع صفحة 302، الدميري كتاب حياة الحيوان، كتاب العسقلاني التهذيب الجزء الثاني صفحة 211، كتاب ابن أبي الحديث شرح نهج البلاغة، كتاب ابن عساكر تهذيب وتاريخ دمشق. إذن الذي له يد في القرآن الكريم ومباركه هو نفسيته يحرف القرآن الكريم. أين يا علاء الميدوي؟ تعالوا أحبتي في كتاب سنن أبي داود أو في كتاب المصاحف الذي استدل به الشيخ. مهلا مهلا، رويدا رويدا رويدا، مهلا مهلا مهلا، اللهم أمرد. ماذا يقول الكتاب الذي استدل به الشيخ ابن أبي داود في كتاب المصاحف؟ قال: حدثنا عبد الله حدثنا عن إلى أن يقول: وكان الحجاج يقول هكذا الآيات القرآنية، يقول في سورة المائدة: شريعة ومنهاجا، فغيرها شرعة ومنهاجا. الله أكبر. قوله تعالى: أنا آتيكم بتأويله، قال الحجاج: أنا أنبئكم بتأويل قول الله. الله أكبر. بعد قول الله تعالى: من المخرجين، قال الحجاج: من المرجومين. قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معايشهم فغيرها معيشتهم. 12 آية قرآنية يغيرها الحجاج بكتاب استدل به الشيخ، هو كتاب المصاحف لابن أبي داود. حرف القرآن، سفك المسلمين، قتل المسلمين، قتل ابن الزبير، حاصر الكعبة، أمر الكعبة بالمنجنيق، وهذا الرجل عندهم مبارك. الآن أتحدى أبو عائشة يعطيني سند القرآن. من السند عند أهل السنة وعند الشيعة للقرآن؟ حفص عن عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي، عندهم عن عثمان. اثبت لي هؤلاء ثقات عند أهل السنة. عند الشيعة كلهم شيعة. حفص شيعي رافضي، أبي عاصم بن أبي النجود شيعي رافضي، أبو عبد الرحمن السلمي تابعي أو صحابي لأمير المؤمنين ومن المقاتلين في معركة صفين. أتحداك أن تثبت أمام السنة بمصادر صحيحة واثقة إن حفص عندك ليس بكذاب وليس بسارق. الله أكبر. ابن أبي العاصم النجودي عندك منكر. أبو عبد الرحمن السلمي ما سمع من عثمان، فكيف نقل القرآن عن عثمان؟ أتحداك أن تثبت لي هذا السند بروايات صحيحة. أما تذهب كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين، يقول إن حفص كان رجل شيعي رافضي وهو من تلاميذ آل البيت علمائي. أما عندك حفص رجل سارق للنسخ، رجل كذاب مدلس، يقول عنه البخاري منكر، يقول مسلم عليه منكر، يقول أحمد بن حنبل سارق. كيف تأخذ القرآن من واحد رافضي وسارق؟ سند القرآن عندك متهالك ساقط على عروشه، أنى لك يكون ذلك؟ ما لكم كيف تحكمونه؟ ما لكم كيف لا تفقهون حديثا؟ إذا اكذوبة إن عثمان بن عفان جمع القرآن، وخير الدليل محمد بن أبي بكر سحل عثمان بن عفان من لحيته، قال له: لماذا تغير كتاب الله؟ قال محمد إن أبيك كان أخي. قالوا لك: لما تغير كتاب الله؟ جاي يحكي وياك تربية علي بن أبي طالب. لما تغير كتاب الله؟ النصر لعلي ولكتاب الله الذي جمعه أمير المؤمنين. الله أكبر.